صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. طبعا اول حاجه واخدين بالكم منها هي المايك، مش دوت السيتويشن اللي بنسجل بيه كل مره. برضو الخلفيه مضلمه قوي النهارده. معنى كده ان فيديو النهارده هو فيديو مختلف. طبعا كلنا دلوقتي في وقت الاجازه، او معظم الناس فينا دلوقتي في وقت الاجازه، حتى لو كان عندهم شغل او مثلا ثانويه عامه او حاجه. لكن مهما الواحد كان مشغول بيجي عليه وقت وبيبقى فاضي وبيحب يلعب على الموبايل بتاعه. انا النهارده بقى عايزك تنسى كل الالعاب اللي زي بابجي وكول اوف ديوتي والعاب الحرب والالعاب الجماعيه، لان النهارده انا هوريكم لعبة مختلفة جدا، وانا متأكد ان هي هتعجب معظمكم. وعلى عكس لعبة بابجي وكول اوف ديوتي، فهي مش لعبة حرب، ولكن انت فيها برضو بتقتل وبتتقتل، ولكن بطريقة مختلفة. خليني اوريكم اللعبة وافهمكم هي بتشتغل ازاي، ونلعب كده كام جيم مع بعض. على فكرة انا لسه مبتدئ فيها جدا، ولكن هي عجباني، وده اكتر حاجة اصلا خلتني اطلع اشارك اللعبة معاكم. انا متوقع ليها نجاح جامد جدا الفترة اللي جاية، لان هي فعلا لعبة مختلفة ما شفناش شبهها كتير بنفس الحركه ديت. في العاب كتير جديده وقديمه كمان بنفس الفكره بتاعت اللعبه ديت، ولكن كلهم بطريقه مختلفه. اللعبه اللي هوريها لكم النهارده هي لعبه اسمها امونج اس، وزي ما انتم شايفين ديت الالعاب اللي انا بلعبها الفتره الحاليه. بصراحه اكتر لعبتين بلعبهم الفتره الحاليه هي بيس 2020 وكول اوف ديوتي، ولكن يعني حاليا برضو بلعب لعبه امونج اس كتير شويه، لان هي عجباني جدا بصراحه. زي ما انتم شايفين اللعبه اول ما تفتحها كده هتلاقي ان الجرافيكس بتاعتها مش جرافيكس عظيمه ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده في حاجات طايره في الفضاء، عشان اللعبه فكرتها هي ان انت وتسعه كمان من حول العالم. بقى انت ما تعرفش مين التسعه دول، او ممكن يكونوا تسعه من صحابك. وهي اللعبه ديت كل ما تلعبها مع صحابك القريبين منك كل ما هتبقى ممتعه جدا. فانت لو عايز تلعب مع صحابك انت بتدوس على كلمه اونلاين وبتعمل كرييت جيم، اللي انت تعمل الجيم، وبتبعت لاصحابك الكود بتاع الروم اللي انت عملته، واصحابك كلهم بيخشوا على نفس الروم ديت وتلعبوا مع بعض. لكن انا حاليا هلعب اونلاين مع ناس معرفهاش، فهدوس على فايند جيم وهتلاقوا فيه كذا روم معموله. خلينا مثلا نختار ديت فيها 6 من 10، فاحنا المفروض هنخش نستنى لغايه ما يكملوا 10. اوكي زي ما شايفين احنا كده دخلنا الروم، واحنا كده لسه في الانتظار، ما دخلناش الجد خالص لسه. انا الشخص الاصفر اللي بيتحرك دوت، وهو الجيم هيبدا، فمش هعرف اشرح لكم قوي انا كنت فين دلوقتي. اوه لا لا لا، مش من اولها، مش من اولها يا نهار اسود. اوكي انا هحاول افهمكم اللعبه بسرعه كده وانا بلعب. المفروض في اللعبه في 10 شخصيات زي ما احنا قلنا بيك، فالمفروض في 9 ناس ابرياء عادي المفروض بيخلصوا ميشنز وكده. واجري اجري اجري اجري. المهم انا مش من التسعة دول خالص، انا الشخص اللي بيقتل واللي بيخرب كل حاجه. المفروض انا كسبت من اول جيم. نايس. طيب يا جماعه انا ملحقتش افهمكم اي حاجه، لان انا اول جيم كنت حاجه مش متوقعها. المفروض في 10 شخصيات مع بعض في المركبه الفضائيه. الشخصيات ديت هي الكائنات الصغيره الملونه اللي انتوا بتشوفوها ديت. فالمفروض احنا 10 موجودين في مركبه فضائيه. المهم المركبه الفضائيه ديت هي وماشيه، انت في مهام او في ميشنز او في تاسكات معينه لازم تعملها. مثلا انا اول ما اللعبه تبدا لازم مثلا اروح ارمي الزباله من المكوك الفضائي، اروح اوصل الكهرباء، اروح اصلح المحرك، وهكذا. ده بالنسبه ل9 اشخاص بس من ال10. في واحد بقى اللي هو العاشر دوت عنده الامكانيه اللي هو يقتل اي حد، ودوت يكسب لما يبوظ الدنيا، اذا كان بقى يبوظ محرك او يقتل الناس كلها. كده دخلت جيم تاني وانا مش الشخص اللي بيقتل. فشايفين الزرار اللي في النص دوت، ده الزرار اللي لما بشك في اي حد او اشوف اي حد قتل اي حد باجي ادوس عليه كده. خلينا ادوس مره واحده وادوس على الزرار الاحمر اللي موجود في النص. اوكي كده في حد داس على الزرار الاحمر اللي انا بقول لكم عليه، ومعنى كده ان هو شاف حد بيتقتل. هو بيقول لنا مين اللي اتقتل او مين اللي قتل، واحنا بنعمل فوت على الشخص دوت. ولكن في الحاله ديت اظن هو يعني داس كده بس بالصدفه، مفيش اي حد شافه. فانا هعمل اسكيب فوت، يعني مش هفوت على حد، مش هقتل حد، عشان انا لو قتلت حد وطلع معايا فانا كده بخسر نفسي. انا المفروض اقتل اللي انا متاكد ان هو دوت اللي بيقتل في الناس وهو اللي بيبوظ في المركبه الفضائيه. وطبعا هم كلهم عملوا زيي، محدش عمل فوت على حد، عشان هم عارفين ان لسه مفيش حاجه اكتشفت لسه. زي ما انتم شايفين اللي فوق على الشمال دي التاسكس اللي علينا او الميشنز اللي علينا. لو انا خلصتهم كلهم وكل واحد خلص لو انا خلصتهم كلهم وكل واحد خلص الميشن بتاعته قبل ما الشخص اللي بيقتل دوت يقتلنا، فاحنا كده كسبنا. او لو احنا عرفنا هو مين وقتلناه فاحنا كده برضو كسبنا. احنا نخسر بس في حالة اللي احنا ما خلصناش التاسكات اللي علينا، وهو مثلا بوظ حاجة. انت هتقتلني ولا ايه؟ لا،
ده شكله بيقتل دوت. ابعد عني ابعد عني. المهم فكنت بقول لكم احنا نخسر بس في حاله ان هو يقتلنا كلنا ويضحك علينا كلنا، او في حاله ان هو يبوظ محرك معين ومحدش يروح يصلحه. يعني مثلا انا زي ما شايفين بفتح الخريطه كده بيجيب لي علامه تعجب على الاماكن اللي انا المفروض اروح اصلحها، فهو لو راح بوظ مكان معين وانا ما صلحتهوش وانا كان المفروض اصلحه فاحنا برضو كده هنخسر. على سبيل المثال انا عندي دلوقتي تاسك في الكافيتيريا وانا في الكافيتيريا، فهروح عند المكان كده واعمل يوز. هتلاقوا كده مشينات سهله جدا، مثلا هنا عايزني اعمل داونلود لحاجات فبعمل داونلود، يعني طبعا ده في المركبه الفضائيه مش بعمل داونلود على الموبايل الحقيقي يعني. فانا كده خلصت اول تاسك عندي، موضوع سهل جدا، واروح بقى اخلص بقيه التاسكات، والمفروض بقى ان محدش يقتلني. زي ما شايفين في سهم اصفر كده، فمعنى كان في تاسك هنا نعمل ابلود برضو لشويه حاجات. اوكي هنا عندنا تاسك اللي احنا نوصل الكهرباء، بس احمر بالاحمر والازرق في الازرق، فاحنا كده خلاص عملنا التاسك بتاعتنا. ده شكله بيقتل ده. إيه؟ لا 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 لا، ابعد عني يا اسطى، يا اسطى ابعد عني بالله عليك يا جدعان، مريب يا جدعان. بصوا واقف ازاي، ده ايه عايز مني ايه؟ المهم لو حد مات هو مش بيختفي، هو الجثه بتاع ايه ده؟ اوكي شفت طلع كان مستخبي في البلاعه، فانا كده مت. اوكي وحد لقى الجثه بتاعتي، فانا كده اول واحد يموت في المكوك الفضائي كله. شايف الجثه بتاعتي فهما كده بيجتمعوا، فالمفروض ان ستارك دوت المفروض اللي هو شاف الراجل اللبني دوت هو بيقتلني، فالمفروض لما يجي يعمل ريبورت يقول للناس ان هو دوت اللي قتل وانا شفته، ولكن هو غبي بقى. انا بص يعني حتى اللي قتلني عمل فوت عليه عشان يموته عشان هو شافه. المهم انا بعد ما مت كده زي ما انتم شايفين انا بقيت شبح، فما اقدرش اعمل اي حاجه في اللعبه غير اللي انا ممكن اكمل الميشنات بتاعتي واكسب صحابي. فخلينا نروح بقى نكمل الميشنات بتاعتنا. فهنا عندنا ميشن نعملها برضو، نوصل الاسلاك. في معظم الاوقات الميشنز مش صعبه قوي، لكن هي حلاوه اللعبه انك تلعبها مع صحابك بقى وتبداوا تخمنوا مين اللي بيقتل فيكم، واللي بيقتل بقى يبدا يوقع الناس في بعض ويقول لهم يا جماعه انا شفت مش عارف مين كذا هناك وبتاع. فخلينا نكمل المشينات بتاعتنا وبعد كده نتفرج على الناس بتعمل ايه. فالمفروض كده هنملى البنزين. هنا برضو عندنا ميشن نوصل اسلاك. اوكي هنا عندنا ميشن اللي احنا نملى الزيت اظن. اوكي المفروض كده راح اعمل اخر ميشن عندي. لو انت واخدين بالكم في خط كده من فوق لون اخضر بيزيد كل ما حد يخلص الميشن بتاعته، فلو احنا خلصنا الميشنز بتاعتنا قبل ما هو يقتل كل الناس فاحنا كده كسبنا. فخلينا دلوقتي بقى نروح، احنا كده خلاص خلصنا كل الميشنات بتاعتنا، خلينا نروح ندور على الشخص الازرق دوت اللي قتلني موجود فين وبيعمل ايه. اهو هو ده اهو قتل حد اهو. بتجري منين خبيث؟ اهو في حد شافه اهو، انت شفته روح اعمل حاجه. عمل ريبورت. المفروض الشخص اللي لونه اسود دوت اللي هو سلاواز شافه. اوكي هو الاسود بيقول هو شاف من الكاميرات لان في المركبه الفضائيه اوضه مراقبه، فبيقول اللي هو شاف اللي لونه اورنج هو اللي بيقتل، فهم كده بيعملوا فوت على الشخص الغلط، فهم كده بيخسروا نفسهم. عشان كده المفروض لو انت مش متاكد مين اللي قتل ما تقولش. يعني زي ما شايفين هو دلوقتي الاورنج طبعا لما لقاه بيقول عليه راح عمل عليه فوت، واللبني لما لقاه هو بيقول على حد غيره فعارف ان الناس هتعمل عليه فوت فعمل كمان هو عليه فوت، فالشخص الاسود دوت هو اللي مات في الاخر. ماشيين احنا كل الميتين بيجروا ورا اللي لونه لبني عشان يشوفوه بيعمل ايه وكده، مع انهم المفروض يروحوا يخلصوا التاسكات بتاعتهم يعني لو لسه ما خلصهاش. اوكي بصوا موتوا. وهو الفكره كمان انت ممكن تستخبى في اي بلاعه او في اي حته كده. فانا في اول جيم خالص كنت انا اللي بموت الناس، فعشان كده اتوترت عشان كنتش عارف افهمكم ايه اللعبه عباره عن ايه. بس احنا كسبنا كده اول جيم. الفكره كمان ان في كذا حد بعد ما مات بيحاول يقول مين اللي موت، لكن للاسف الشات بتاعهم ما بيتبانش يعني لاي حد غير الميتين برضو. فخلينا نشوف هم هيعملوا فوت على مين. اوكي هم كده عاملين فوت على الشخص الصح، فالمفروض كده هو مات واحنا كده المفروض احنا اللي كسبنا. ف اوكي هو كده مات واحنا فعلا اللي كسبنا، فبس كده الجيم خلص واحنا اللي كسبنا، والشخص الوحيد اللي بيموت هو اللي مات، عشان كده احنا كسبنا. المهم دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. اللعبه بصراحه شايفها لعبه ممتعه جدا، لو انت بتلعبها مع صحابك هتبقى مليانه ضحك ومليانه كده حركات. انت عارفين يعني اكيد الصحاب لما بيلعبوا مع بعض ايه اللي بيحصل. النهارده كان فيديو مختلف عشان بنتكلم عن اللعبه، ودي حاجه اول مره نعملها. لو انت اول مره تشوفنا على القناه هنا فاحنا على طول بنتكلم على موبايلات تكنولوجي، واكيد ساعات بنتكلم على تطبيقات واكيد العاب. فكمان عشان الفتره الجايه فيها حاجات كتير ليها علاقه بالجيمنج بتاع الموبايل، فقلت برضو ايه نخش كده واحده واحده بعد كده نخش في التقيل. المهم لو عجبك الفيديو متنساش تعمل له لايك وتكتب في الكومنتات ايه رايك في اللعبه. لو عندك اي اقتراحات للعب تاني اكتبها في الكومنتات. ما تنساش تعمل لنا فولو على انستجرام عشان هناك بننزل حاجات حصريه. وبس كده.
شكرا على شفتوا الفيديو، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.